عملة فلسطين القديمة الشيكل الكنعاني، رمز القوة النسر، ورمز الجمال الزنبق، أصبحت شعارات لأغلب دول العالم، دليلا على التأثير العالمي للكنعانيين. في الأعلى صورة لعملة الشيكل الكنعاني، وهي عملة كانت متداولة في فلسطين بحوالي عام 3000 قبل الميلاد، وكان يتم تحديد وزنها بثقل 32 حبة شعير. حتى اسمها يعود لكلمة شقل أي وزن، ومن كلمة شقل أصبحنا نستعمل كلمة ثقل في دلالة على الوزن. ونلاحظ على وجهي للعملة شعارات كنعانية قديمة. وأما النسر فهو شعار كنعاني قديم يدل على القوة، يرمز أيضا للشمس ولاتصال الأرض بالسماء وللباحث عن الخلود، يشير لحب الفلسطيني القديم لسماء نتيجة انتشار هذه النسور الذهبية آنذاك بعكس اليوم للأسف. ووصل هذا الحب لدرجة قيام الملك هيرودوس بنشر تماثيل لنسور ذهبية في أنحاء فلسطين، ولقيامه بحرق 40 شخص لتدميرهم أحد هذه التماثيل. وأما على الوجه الآخر للعملة فنرى شعار زهرة الزنبق، وهو شعار كنعاني قديم يدل على الجمال ويرمز إلى النقاء والعفة، ويشير لحب الفلسطيني القديم لأرضه نتيجة لانتشار هذه الزهرة في أراضي فلسطين. وما زلنا نرى هذه الأزهار الجميلة في الوديان ومناطق فلسطين الطبيعية. وأما اليوم فقد قامت إسرائيل بسرقة هذا الإرث التاريخي وأصدرت عملة باسمها، وحافظت على شعار الزنبق واعتبرته من شعاراتها تماما كما سرقت الأرض، رغم أن هذه العملة مثبتة تاريخيا أن زمنها يسبق روايتهم التوراتية بقرون عدة. وأما التأثير العالمي لهذه العملة القديمة الذي يدل على مدى إثراء الحضارة الفلسطينية القديمة للتراث الإنساني، فنجد في شعارات الدول الأخرى. فقد انتقل هذا الشعار إلى الرومان، ومنهم من أصبح رمزا للكثير من الدول في العالم وخصوصا الدول الأوروبية، وكما أنه انتقل لباقي بلاد العرب بصيغة صقر قريش وبصيغة نسر صلاح الدين، يصبح شعار لأغلب الدول العربية. وأما زهرة الزنبق فقد انتقل مع الكنعانيين الذين هاجروا من أرض كنعان وأقاموا الإمبراطورية القرطاجية في المغرب العربي، واعتمدوا شعار الزنبق في عملاتهم في دلالة واضحة على حبهم وانتمائهم لأرضهم القديمة. منهم انتقل هذا الشعار إلى أوروبا، فنجد هذا الشعار معتمدا في فرنسا الملكية وفي البوسنة وبريطانيا وفلورنسا وغيرهم. إذا كنت تريد أن تطلع على المصادر